السلاح ده بيوقف ويعطل كل الأسلحة وكل المعدات وكل الأجهزة بزرار واحد بس. ده الكلام اللي دونالد ترامب قاله لما جه يوصف سلاح اسمه الديسكومبوبيوليتر. وده سلاح جديد أول مرة استخدم فيها السلاح ده كان في فنزويلا في العملية بتاعة مادورو، العملية اللي تمت فيها القبض على رئيس دولة فنزويلا مادورو من بيته بدون اي خسائر. ده الكلام اللي اتكلم عنه دونالد ترامب النهارده، وشرح لك بقى السلاح الجديد اللي استخدم في الموضوع ده وسماه هو، قال انا اللي سميته، اسمه ديسكومبوبيوليتر. ايه السلاح ده؟ قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشترك في قناه كايرو جاردن عشان يوصلك كل جديد. ديسكومبوبيوليتر او ديسكومبوبيوليشن، الكلمه الكبيره قوي دي معناها مثلا المربك او المتعطل او المتلخبط، وده معنى الكلمه. دونالد ترامب هو اول واحد سمى الجهاز ده. ناس كتيره جدا كان في تكهنات، ايه الجهاز ده؟ ازاي تحصل عملية بالشكل ده من غير ما أمريكا تخسر أي حاجة، ولا طيارة ولا سلاح ولا يموت لهم حد؟ ومعظم الجرايد اللي بتحلل أسلحة الحرب والكلام ده كله شرحت الموضوع وحاولت تستقصي كده إيه هو السلاح ده أو بيشتغل إزاي. ومعظم الناس بصت على حاجة من اتنين، يا إما موجات مايكروويف عالية جدا، نفس الموجات اللي موجودة عندك في المايكروويف بس طبعا مركزة على هدف معين وبكثافة عالية جدا، أو سلاح طاقة موجهة DEW. اما ال DEW Directed Energy Weapon معظم الناس بترجح ان هو HPM ال High Power Microwaves. HPM ده اللي هي موجات الميكروويف العالية الموجهة، وده شبه نظام تشامب اللي هو بيستخدم حاليا ضد الدرونز، Counter Electronic High Power Microwave Advanced Missile Project. يعني حاول تقولها كذا مرة. زي ما انت عارف كل الأجهزة جواها حاجة شبه دي كده بالظبط اسمها تشيبس. الشيبس ديت هي اللوحات الإلكترونية، هي الرقائق الإلكترونية اللي موجودة جوه كل الأجهزة. يعني ديت كده هتلاقيها موجودة في التليفون بتاعك، في الأسلحة، في الطيارات، في كل حاجة. الأجهزة دي بتطلق موجات مايكروويف عالية التردد مركزة على الأجهزة، أو في هذه الحالة مثلا في موضوع فنزويلا على الدفاعات الأرضية اللي هي كلها طبعا فيها رقائق إلكترونية وحاجات زي كده أو مايكرو تشيبس، فبتسيحها أو بتعطلها بدون أي إطلاق نار ولا أي أسلحة ولا أي حاجة. وعلى عكس أي قنابل أو أي أسلحة ما بيحصلش انفجار، ما بيحصلش أي صوت كبير قوي وانفجار ونار وحاجات كده. اللي بيحصل هو إن كل الأسلاك وكل الحاجات الإلكترونية بتتحرق أو بتعلى درجة الحرارة فيها بشكل كبير جدا لدرجة إن هي بتتحرق. حاجة اسمها فولتج سيرج، زي بالظبط ما يحصل فولتج عالية جدا في الكهرباء وتلاقي الكوبس عندك أو الفيوز عندك ضرب. من بعد ما السلاح ده بيتضرب، التحميل الزايد على كل الدوائر الكهربائية بيحرقها جوه كل الأجهزة الكهربائية. وللأسف زي ما احنا عارفين دلوقتي معظم الأجهزة شغالة كلها بالشكل ده، مفيش النظام القديم بتاع الأسلاك المتوصلة ببعض، كل حاجة فيها لوحات إلكترونية. السؤال هنا، لو السلاح ده توجه ناحية البشر بيحصل إيه؟ السلاح ده لما يتوجه ناحية البشر مش زي الميكروويف العادي اللي موجود عندك في البيت، لا ده كمية كبيرة جدا جدا من الميكروويفز وبتخبط في هدف محدد. فمثلا لو دخل على إنسان، وده اللي وصفه أحد الجنود الفنزويليين اللي كانوا موجودين في الموقع ده وقت الهجوم، وقال إن معظم الجنود بدأ ينزل دم من ودنها وبدأت ترجع وبدأ يحصل غثيان. كل ده بيحصل، وده اللي دل الناس على استخدام السلاح ده في الوقت ده بالذات. على الرغم من إن دونالد ترامب مركزش على البني آدمين، لكن هو قال بلسانه إن أنا لما كنت بتفرج على العملية حصل ان كل الاسلحه بقوا يدوسوا على الزرار وما يتحركش وما يعملش اي حاجه. وده طبعا بيشير او بيؤدي ان معظم التقارير بتقول يبقى ده هو ده السلاح اللي كان مستخدم في الوقت ده، ودي مش تكنولوجيا جديدة ولكن تكنولوجيا مطورة بشكل كبير. معظم المحللين العسكريين وصلوا إلى حل من الاتنين، إن ده ممكن يكون مزيج ما بين الموجات الكهرومغناطيسية وما بين المايكروويفز اللي هي ال HPM اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي. لغاية دلوقتي مفيش إعلان رسمي من وزارة الدفاع أو دلوقتي اسمها وزارة الحرب الأمريكية ليه ايه طبيعة الجهاز ده او ايه طبيعة السلاح ده، ولكن دونالد ترامب اكد في كل نقاشاته ان ده سلاح ردع امريكي مش موجود غير عند امريكا، وبيقول احنا الوحيدين اللي عندنا التكنولوجيا دي. التصريح الوحيد اللي طلع من رئيس هيئة الاركان الامريكية كان بيتكلم على اضطراب الكتروني وسيبراني معقد، وده اللي خلى ناس كتيرة جدا تتوجه ناحية السلاح ده. لغاية دلوقتي مفيش اعلان رسمي غير الكلمة الوحيدة اللي قالها دونالد ترامب على الديسكومبوبيوليتر. قبل ما نخلص عايز اقول لك بس بسرعة ايه الفرق ما بين النبض الكهرومغناطيسي او EMP
والاتش بي ام اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو موجات الميكروويف. الموجات الكهرومغناطيسيه تاثيرها عشوائي اكتر بكتير، يعني ممكن منطقه جغرافيه كامله لو توجه ناحيتها كل الحاجات الإلكترونية وشبكات الاتصال وكل حاجة فيها كهرباء أو أسلاك بتقف وبتتعطل بشكل مفاجئ وعشوائي، يعني مش مركز بشكل على سلاح أو على حاجة معينة أنت عايز تضربها. لكن موجات الميكروويف دي محددة، يعني تقدر تحددها على هدف معين، مساحة معينة، مش عشوائية تضرب المكان كله. علشان كده بيعرف بسلاح تكتيكي أو سلاح دلوقتي زي ما دونالد ترامب سماه سلاح رادع. والفرق الكبير جدا اللي خلى الناس كلها بتقول دي موجات مايكروويف ان الكهرومغناطيسيه، النبض الكهرومغناطيسي او الاي ام بي ما بيأثرش على الانسان. يعني لو اتضرب في منطقه ممكن يكسر يبوظ المحولات الكهرباء يعطل، لكن مش بيأثر على الانسان. لكن موجات الميكروويف بكميه عاليه او بطاقه عاليه او بكثافه عاليه هي اللي بتدي التأثيرات اللي حصلت في الجنود الفنزويليين واللي حصل معاهم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في قناه كايرو جاردن. سؤال الحلقه النهارده هو تفتكر دونالد ترامب هو اللي كان عايز يتباهى علشان كده اتكلم على السلاح ده وما كانش المفروض يتكلم عنه لانه سلاح سري، ولا دي تعليمات واخدها او هو بيقول فعليا بطريقه تكتيكيه علشان يخوف بقيه الدول من امريكا؟ اكتب لي في التعليقات وتابعني عشان تعرف كل جديد.